هنحط بقى التونر اللي انا متحمسه له قوي ده. ازيكم يا حلوين؟ النهارده هقول لكم على وصفه سهله وسريعه جدا تقدروا تعملوا بيها تونر في البيت بمكونات طبيعيه وموجوده في كل بيت. التونر ده ممتاز في تنظيف البشره وتضييق المسام، وكمان بيدي نضاره وحيويه للبشره. فلو متحمسين للفيديو زيي، يلا نشوف مكونات الوصفه دي عباره عن ايه. يا جماعه، كل اللي محتاجينه في وصفتنا احنا محتاجين العسل، ومحتاجين كمان خل التفاح، ومحتاجين ليمونة، ومحتاجين كمان مية الورد، بس البيضة ما تجيبيش الملونة علشان لو بشرتك حساسة. ويلا بينا نعمل الوصفة مع بعض. طيب يا حلوين، دلوقتي بقى هنخلط المكونات كلها مع بعض. أول حاجة محتاجين كوباية أو نص كوباية من مية الورد. هنحط كوباية بالظبط كده. الكوباية اللي انتوا شايفينها دي هي تعتبر نص كوباية، بس هي قصيرة يعني. فزي ما انتوا شايفين، بصوا، انا هحط نصها، يعني نص كوباية من مية الورد. ونقلب نقلب 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 نقلب. هو ده التونر اللي احنا محتاجينه يا جماعة. مكونات سهلة وبسيطة جدا، واهم حاجة ان الحاجات دي طبيعية، يعني مش كيماوية تبوظ البشرة كلام من ده. طبعا يا جماعة، هو ده التونر اللي احنا عملناه وسويناه مع بعض. فانا متحمسة جدا للتجربة. عايزين بقى نشوف فوائد الحاجات اللي احنا حطيناها في بعض دي، او المكونات الطبيعية دي، فوائدها ايه. اول حاجة معانا مية الورد، ومية الورد من اهم الحاجات اللي لازم تحطيها على بشرتك علشان بتهديها وبتنضفها وبتشيل منها اي وسخ او اي حاجة. تاني حاجة معانا خل التفاح، اللي هو بيساعد في درجة حموضة البشرة وكمان بيقلل من الحبوب. تالت حاجة معانا عصير الليمون. عصير الليمون اللي هو غني بفيتامين سي، وفيتامين سي بيفتح البشرة وكمان بيقلل التصبغات. آخر حاجة معانا العسل، والعسل هو مرطب طبيعي للبشرة وبيحافظ على نعومة البشرة. بعد ما عملنا التونر بتاعنا الجميل اللي هو ده، عايزين نحطه بقى في حاجة علشان نقدر نرش منه على طول ولحد ما يخلص ونعمل منه تاني. جيبوا بقى اي علبة عندكم فاضية، اي حاجة، مثلا اي علبة. دي كانت علبة سيرم بتاع الشعر، خلصت، فانا هحط فيها، نضفتها كويس وهحط فيها. فبصوا يا حلوين، ده بعد ما حطيته في الازازة دي، بصوا شكله عامل ازاي. بجد تونر ومكونات طبيعية، اهم حاجة ان هو بمكونات طبيعية. فانا مش هبخل عليكم، وهقوم اشيل الميك اب وهجربه معاكم. ورجعت لكم بعد ما غسلت وشي. هنحط بقى التونر اللي انا متحمسه له قوي ده. هنرش التونر. يلا بسم الله. فبصوا يا حلوين، هو ريحته حلوة، ريحته بسبب مية الورد، جميل. وبس يا حلوين، كده نكون عملنا تونر بمكونات طبيعية 100% موجودة في كل بيت. متنسوش تعملوا التونر وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وكمان متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. وتابعونا أول بأول عشان هننزل لكم حاجات جديدة وخطيرة وهتستفادوا منها، وبرضو بمكونات طبيعية موجودة في بيتنا. وبس، انيو، عالسلامة.